كان في مرة قنفذ قاعد في منطقة جليدية، التلج حواليه من كل مكان، وهو واخد له زاوية كده على جنب قاعد فيها وحيد وحزين وبيتكتك هيموت من البرد، ومش عارف يخلص من البرد ده ازاي ولا عارف يدفي نفسه ازاي، لحد ما جه مرة وقرر ان هو يقوم يمشي ويدور على مكان تاني بيها اللي هو يدفي نفسه. لما يدور على مكان تاني يقدر ان هو يتدفى. بقى يمشي بخطوات بطيئة، مش عارف يمشي من كتر التلج اللي بيعكسه في كل مكان، وهوب لمح فيه قنفذ تاني ظروفه زي الظروف ده بالظبط، وقاعد كده في زاوية كده وقاعد هيموت ومتكتك من البرد زيه بالظبط. فرح قوي وطلع يجري عليه وقال له انت ظروفك زي ظروفي وقاعد في مكان كله تلج، ايه رأيك ايدك على ايدي ونمشي من المكان ده وندور على مكان ادفى شوية نحاول ان احنا ندفي نفسنا. قال له خلاص ماشي، ايدي على ايدك ويلا. وبدأ ان هم يمشوا مع بعض، لقوا ان التلج ما بيخلص، لقوا ان التلج موجود في كل مكان. طب الحل ايه؟ هيسيبوا بعض ان هم يموتوا ويتجمدوا من البرد؟ لقوا ان افضل حل للتدفئة ان هم يقربوا من بعض وبنفسهم يدفوا بعض. لما قربوا من بعض لقوا ان كل واحد الشوك اللي فيه دخل في التاني، وبدأت اجسامهم تتألم وتنزف دم، مش قادرين يتحملوا، فبدأوا ان هم يبعدوا عن بعض. لما بعدوا عن بعض بدأ الدم يتجمد وبدأوا يحسوا بالبرد والصقيع أكتر من الأول. قال لك لا، نقرب تاني من بعض ونتحمل، مش مشكلة. قربوا من بعض، بدأوا ينزفوا أكتر وبدأوا يتألموا أكتر، خلاص يبعدوا عن بعض. فضلوا يقربوا ويبعدوا يقربوا ويبعدوا لحد ما طلعوا بفكرة حلوة قوي. قال طب واحنا نقعد نقرب من بعض كل شوية كده وننزل دم وننزف دم؟ لا، احنا نقرب من بعض المرة دي بس نخلي في بينا مسافة، لا هي كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، بيها اللي احنا نحمي بعض من غير ما نتألم ولا ننزف دم، وفي نفس الوقت نقدر ندفي بعض. وده بقى اللي بينطبق على حياتنا وبينطبق على العلاقات كلها بشكل عام، بين الأصدقاء وبين الزمايل وبين زمالة العمل وبين الأزواج وبين الأهل وبين العيلة وبين الإخوات. لازم نراعي المسافات الصحية بين الأفراد. لازم يكون عندنا حاجة اسمها الحدود النفسية أو الحدود الصحية. الحدود الصحية دي بتسمح لي إن أنا أحافظ على علاقة الشخص اللي قدامي. لما زميلتك تكلمك وتقولك أنا مش قادرة أتكلم دلوقتي، تقبلي إنها مش قادرة تتكلم دلوقتي. أما في بعض الثقافات بيشوفوا على إن ده نوع من أنواع الجليطة وإن دي بتترسم عليا، ويعني إيه مش قادرة تتكلم دلوقتي؟ هي هنتني. لا بالعكس، هي ما هنتكيش، دي اتكلمت بكل رقي وبكل شفافية واحترام وصدق، وطلبت منك إنها مش قادرة تتكلم دلوقتي. ده معناه إن هي لما هتقدر تتكلم هتكلمك. نفس الكلام بالنسبة لك أنت. أنا لما أكون عندي مشكلة أو لما أنا أكون في مود نفسي سيء وفعلا مش قادرة إن أنا أنخرط دلوقتي مع المجموعة، أو مش قادرة إن أنا أتكلم، بكل احترام معلش أنا مش قادرة أتكلم دلوقتي. يعني أحترم مساحتي الداخلية، أحترم حدودي، أحترم حدودي النفسية. لما أحترم حدودي النفسية أنا هعرف أحترم حدود الآخرين. بالنسبة للأزواج، لما تلاقي جوزك عنده مشكلة خارج الأسرة ومش هتأثر على الأسرة وهو مش عاوز يحكيها، مش عاوز أعرفها، احترمي المساحة دي. احترم ان هو مش عاوز يحكيها، عنده بقى مشاكله، مش عاوز يقولها عشان ما يفتكرش المشكلة ويرجع يتألم تاني، حاسس ان المشكلة ملهاش لازمة ان هو يقولها، هي مش هتأثر على حياتي الزوجية. احترم ده. طيب ولو حابب ان هو يقول، احترم ده واقعد اسمع، ما اديش حلول، اسمع، اخليه يفرغ كل طاقته، اخليه يتكلم. احترمي الطرف التاني هو عاوز ايه بالظبط. طيب انت عندك مشكلة مع اهلك، انت عندك حاجة مع اصدقائك، حاجة خاصة ملوش لزوم ان جوزك يعرفها ليه؟ احترمي الحدود دي. احترمي ان في حدود صحية ما بين كل طرف والتاني، والحاجات دي مش هتضيف لبيتي شيء. لو عندي مشكلة في شغلي او لو عندي مشكلة مع صاحبتي مش هيضيف لي شيء ان انا احكيها لجوزي. هنا مش معناها ان انا بخبي او كل واحد بقى خلاص يبقى عايش في ملكوت لوحده بعيد عن التاني، لا، في حاجة اسمها ثقافة الحدود النفسية والصحية. لازم احترم حدود الطرف اللي قدامي. لما احترم حدود الطرف اللي قدامي واسيب المسافة دي، ده بيولد الاحترام، والاحترام بيولد الحب،
واحنا هنلاقي ان الاحترام هو اساس كل العلاقات الانسانيه اللي احنا فيها.